تعالي اقولك ازاي تقدري تحوشي من مصروف البيت، وازاي نفكر سوا ان احنا نطلع من الشهر ده موفرين مبلغ حتى لو كان بسيط. وهقولك ازاي تتعاملي مع نظام البيت، هقولك ازاي تقدري تتعاملي مع خزين بيتك بذكاء، وازاي ان انت تطلعي منه توفير كتير. اول حاجة هنتبع نظام الاقدم، يعني هتستخدمي الحاجات القديمة اللي موجودة عندك علشان خاطر تبدأي بالجديد، وبكده بتكوني خلصتي القديم فمفيش حاجة منك هتخسر، وفي نفس الوقت هتلاقي وفرة عندك برضو في تاني حاجة هبص بقى للتلاجة، يعني هشوف كده ايه اللي في التلاجة، الخضار اللي في التلاجة اللي هو بيخسر بسرعة ابدأ ان انا ابدأ بيه اول الاسبوع. يعني مينفعش اكون جايبة خضار يخسر مني واخليه اخر الاسبوع، لا ابدأ بيه باول الاسبوع. كمان بقى عايزاكي تبصي كده على المطبخ بتاعك وتشوفي اللي موجود عندك، صدقيني واوعدك ان انت هتلاقي شوية حاجات كده تكفيك اليومين تلاتة، وبكده هتلاقي نفسك وفرتي لك يومين تلاتة وانت كده قاعدة حاطة رجل على رجل. عايزة بقى افكار اكتر بكتير هتلاقي الفيديو كامل على قناتي فضفضة وتوفير اتنين. ما تنسوش يا بنات صلوا على النبي في الكومنتات. لو اول مرة بتشوفوني معاكي اختك هبة من قناة فضفضة وتوفير. طبعا بقى يا بنات لو انتوا عايزين نوفر سوا وانزل لكم افكار اكتر بكتير، ما تنسوش اعملوا لي متابعة، كل يوم بنزل فيديو جديد، واشتركوا في القناة.